ايوه انت قريتي العنوان صح. تعالي اقولك تغديهم ازاي، والفرد هيتكلف معاكي 10 جنيه وهتعملي لهم فراخ. شايفه القمر اللي قدامك ده؟ دي كرات الكوردن بلو. عايزه تعمليها ماشي، مش عايزه تعمليها وعندكيش حشوات هتعملي بانيه. وزي ما قلتلك هتغدي الفرد ب10 جنيه وهياكل فراخ وهيتبسط وهيبقى زي الفل. تعالي اقولك تعملي ايه. هتجيبي نص كيلو فراخ مخليه، صدور فراخ بانيه، ونص كيلو بطاطس مسلوقه، ده قد ده. ومعانا يا ستي كوبايه دقيق وعليها كوبايه ميه، ومعانا شويه الكريسبي البانيه. ده طحنت كريسبي البانيه في الكبه ونعمته بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. حطيت الفراخ بتاعتي فرمتها فرمه محترمه كده في الكبه، وبعدين هنزل عليها بالبطاطس اللي انا سلقاها وهحطها عليها وهفرمهم مع بعض الاتنين كويس قوي. طبعا البطاطس هتضعف لي الكميه، والبطاطس حاجه مفيده وما بتضرش ومش هنخاف منها، لا فيها هرمونات ولا فيها حاجه ممكن تضر عيالنا، واحنا ضامنين احنا عاملين ايه. والولاد هياكلوا هيتبسطوا وهيدعولك وهيقولك تسلم ايدك يا ست الكل. فرمنا الفراخ فرمه حلوه كده مع البطاطس زي ما انت شايفه لحد لما الاتنين تجانسوا وبقوا الاتنين فراخ. وطبعا بعد كده هنروح جايبين طبق حاطين فيه معلقه بقسماط مطحون وهننزل فيه بالفراخ بتاعتنا دي. هنجيب خلطه بروست من عند العطار 50 جرام، هنحطها عليه وهنحط معلقتين بقسماط وهنعجن الخليط ده مع بعضه كويس قوي. ليه؟ خلطه البروست دي هي اللي هتديله طعم البانيه. كان عندي شويه موتزاريلا في الفريزر على شويه بيبروني او شويه سلامي، لو ما عندكيش خالص اعملي كيلو بانيه مش هيقولك لا. ده الدقيق بتاعي هو زي ما انا قلتلك. طبعا انا عامله نص الكميه، يعني نص دقيق ونص ميه بس. جبت كوره كده من خليط الفراخ بتاعتي وبدات ان انا افتحها بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهحط حته بيبروني وحته موتزاريلا عليها. طبعا هتقولي لي دي اتكلفت 10 جنيه، هقول لك لا طبعا دي اغلى شويه من ال10 جنيه، لكن لو انت عملتيها ساده من غير اي حشوه هتتكلف معاكي للفرد 10 جنيه. عشان انا جبت النص كيلو بانيه ب120 جنيه، عمل لي اكلتين يكفوا 6 افراد الاكله الواحده، يعني الفرد اتكلف في الاكله الواحده 10 جنيه. ده شكل البانيه بتاعي، انا بشكله بالشكل اللي انت شايفاه ده، مش بياخد اي حاجه وسهل وسريع والولاد بيحبوه. في سندوتشات هيمشي الدنيا، وممكن مع مكرونه. انا عملته مع شويه مكرونه واتبقى عندي كمان موتزاريلا واتبقى عندي بيبروني. وده شكل البانيه بتاعي بالشكل اللي انت شايفاه ده، طلع قمر. هحطه بقى في الخليط الدقيق بالميه ده. انا لا هقولك استخدمي بيض ولا اي حاجه خالص، في شويه دقيق بميه وتطلعيهم على كريسبي البانيه. كريسبي البانيه ده بيجي من عند العطار، لو جه ناعم تمام، ما جاش ناعم تفرميه في الكبه زي ما انا عملته. فرمته في الكبه الاول قبل ما احط الفراخ، وطلع معايا بالشكل القمر اللي انت شايفاه. عملت الكميه بتاعتي كلها ان كان كرات الكوردن بلو او البانيه، وحمرت الكوردن بلو بتاعي، والبانيه حطيته في طبق وحطيته في الفريزر لاكله تانية. وده شكل الكوردن بلو بتاعي. ما تنسيش اللايك